السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى الجو حر نار، فقلنا بقى نعمل تحليات جميلة كده مع بعض وسريعة وساقعة وحلوة ترطب على قلبنا كده في الجو الحر ده. شوفوا بقى جميلة وجمالها اهوت. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول بس عايز قبل ما ابدأ الفيديو اشوف الاشتراك الجميل واللايك بتاعكم الجميل. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونروح نشوف مكوناتنا ايه. معانا هنا بقى الكوبايات والكاسات، طبعا على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. معانا هنا كده بسكوت، اي نوع بسكوت سادة انت حباه. تاخديه بقى تكسريه شوية كده وتحطيه في القاع بتاع الكاسات والكوبايات. دي اول طبقة هتكون معانا. زي ما انتم شايفين كده. لو عايزاكم تصلوا على النبي كتير ولسه مشتركش في القناة ينزل يشترك في القناة، يفعل زر الجرس ويضغط على كلمة الكل عشان كل لما انزل فيديو جديد يوصلكوا الاشعار بتاعه. زي ما انتم شايفين كده هنملى بقى كل القاع بتاع الكوبايات والكاسات. دي اول طبقة معانا. نروح بقى نشوف نعمل تاني طبقة كده معانا، او نشوف هنعمل ايه. طبعا دي مش هتكون تاني طبقة، بس هنعملها عشان تبرد براحتها، لان انتوا عارفين الجيلي ما لازم يتجمد الاول. معانا كده باكت جيلي فراولة. زي ما انتوا شايفين ناخده كده نحطه في بولة. معانا هنا كوبايتين مية مغلية. ادي اول كوباية. دي تاني كوباية اهي. هندوب بقى كل ده بالمضرب كده بدون اي اضافات. انا ما حطيتش سكر ولا جيلاتين ولا اي حاجه، ما حطيتش غير الميه المغليه والجيلي وبس. هندوبهم بقى كده خالص لحد ما يدوبوا. بعد كده هناخده نركنه على جنب ونشوف الطبقه، نشوف هنعمل ايه تاني في الطبقه التانية. معانا كده حله. معانا هنا ادي كوبايه. احنا هناخد 4 كوبايات، اللي هو يعتبر كيلو لبن يعني او كيلو حليب. ادي 3. ادي 4. شوف بقى هنحط المكونات بتاعتها ايه او الاضافات. معانا هنا 3 كوبايات، 3 معالق سكر. سكر حبيبات عادي. معانا هنا 5 معالق نشا، نشا الذرة العادية. هنضيف عليهم معلقة فانيليا سايلة، او ممكن باكت فانيليا حبيبات عادي. بعد كده بقى هنقلبهم كده بقى مع بعض. ناخدهم بقى نرفعهم على النار. زي ما انتوا شايفين كده احنا كده رفعناهم على النار. نسيبهم بقى على النار كده لحد ما يغلوا. زي ما انتوا شايفين كده يغلي كده وبيتقل طبعا معانا على البوتاجاز اهو. زي ما انتوا شايفين نسيبه بردك يتقل خالص، بس لازم ايدينا فين ندوبه على طول عشان ايه ما يعملش تكتلات ولا اي حاجه.
معانا كده المهلبيه خلصت اهي ونزلناها من على البوتاجاز. هناخدها دي تاني طبقه اهي، هنحطها على البسكوت. يبقى معانا اول طبقه البسكوت، تاني طبقه كده المهلبيه. هنملى بردك كوبايات معانا. ممكن بردك لو انتي حابه تعملها في صينيه بايركس او اي حاجه، بردك 3 طبقات فوق بعض كده وتقطعيهم بردك، مش فيش اي مشكله يعني، على حسب الذوق وكده يعني. نملى بقى الكوبايات. زي ما انتم شايفين اهو، ادي الكميه اللي احنا عملناها. هنسيبها بقى تبرد خالص، تمام تمام خالص، تجمد. وبعد كده بقى ايه، نروح نشوف هنعمل ايه بعد ما تجمد عشان نعمل الطبقه الثالثه. جمدت خالص خالص اهي وبردت. معانا هنا كده بقى اول صابع موز، معانا هنا تاني صابع، يبقى كده صابعين. هنروح بقى نقطعهم، نقشرهم ونقطعهم وارجع لكم تاني. هنا هو الموز بعد ما قطعناه هيكون بقى طبعا الجيلي بيرد معانا خالص. هنحط بقى الموز دوت في قلب الجيلي كده ونقلبه، طبعا بدون اي اضافات بردك. بعد كده بقى هناخده نحطه في الكاسات دي، تالت طبقة بقى. لو انتي حابة بردك تحطي بردك فواكه معاها، عنب، تفاح، اي حاجة مع الموز براحتك. اهم حاجة بقى اما تسقعها وتيجي تاكلها كده حاجة جميلة كده وترطب على القلب في الحر ده. زي ما انتوا شايفين كده هنملى كل الكاسات اللي معانا. هنملى بردك الكوبايات. زي ما انتوا شايفين كده احنا مليناها خالص اهي. هنروح بقى زي ما انتوا شايفين الطبقات، هنروح نحطها في التلاجة ساعتين 3 لحد ما تجمد خالص وتسقع خالص. وبعد كده نروح بقى ناكلها، نقدمها كده وناكلها سقعانة وجميلة كده وباردة. زي ما انتوا شايفين اهي بعد ما جمدت بردك، حتى لو الجيلي نزل مع المهلبية تحت كده بردك بيدي طبقة جميلة. شوف انا بقلبها هي جامدة وجميلة قوي، وحاجة بقى طعمة فوق ما تتخيلي. قطع البسكوت كده في المهلبية عاطلها طعم جميل قوي. زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاكم بقى تجربوها وتقولوا ايه رأيكم فيها. عايزة اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. كنتم مع ياسمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.